خفر السواحل الامريكي ومراكب متخصصه واجهزه دقيقه، كل ده وهم عارفين ان السفينه غرقت، هم عارفين ان الغواصه انتهت. لعنة قاع الأطلسي طالت ضحايا جدد. زوار جاءوا حاملين نعوشهم إليه، موقع الأسطورة التايتانيك. اتصرف في الثلاث اربع ايام دول ما يقرب من 10 مليون دولار علشان الدنيا كلها تقف على رجل للخمسه البهوات دول، المليارديرات ولا المليونيرات. لم يكتفي بما ابتلعه من البشر، فقرر أن يطال ضحايا آخرين. الفرق هنا أن هذه المرة كانت من دون فرقة عزف تهدئ من روع الغارق كما حدث على سطح تايتانيك. الدنيا مقلوبه، نشرات الاخبار وقفت والعالم وقف ولازم نلحق. طبعا هو عارف انه مش هيلحق ولا حاجه. تخيل تدفع ربع مليون دولار علشان تموت في غواصه على عمق 3800 متر. سيناريوهات كتير للنهايه اخطرهم ان يكونوا حاولوا يقتلوا بعض بسبب غريزه البقاء. في الوقت اللي تتفرج فيه على الفيديو دوت العالم كله مهتم يعرف مصير الخمس اشخاص دول، واللي قرروا انهم ينزلوا لعمق 3800 متر علشان يستكشفوا حطام سفينه تايتانيك. الكلام ده كان من يوم الاحد اللي فات، لحد دلوقتي مفقودين والاتصال بيهم اتقطع. غفر السواحل الامريكيه والكنديه في سباق حقيقي مع الزمن. القصه بتبدا مع 5 اشخاص قرروا انهم ينزلوا في رحله من رحلات الاغنياء لاستكشاف حطام سفينه تايتانيك. رجل اعمال بريطاني وغطاس ومغامر فرنسي والملياردير الباكستاني الشهير وابنه، وخامسهم الرئيس التنفيذي للشركه المالكه للغواصه، واللي وقعوا على تنازلات عن اي اضرار تحصل ليهم، وبان الغواصه غير معتمده من اي جهات علشان غالبا بيكونوا بيوقعوا على اوراق رحلتهم الاخيره. الرحله كان مفترض انها تستغرق 10 ساعات، لكن بعد ساعتين الاتصال اتقطع بالغواصه. الغواصه اللي حجمها صغير جدا لدرجه ان الافراد بيقعدوا جواها بالشكل ده وبداخلها حمام واحد. البحث حاليا مستمر وساعات قليله، ولو ما تمش العثور عليهم عمليات البحث هتنتهي وتسيبهم مصيرهم اللي حاليا ما بين مجموعه من السيناريوهات. اولهم انها تكون حاليا متشابكه مع الحطام تحت العمق المرعب ده، واللي للاسف الغواصات الامريكيه النوويه ما تقدرش توصل له. السيناريو الثاني وهو احتماليه انفجار داخلي، وده علشان الضغط الهائل بيفاقم اي اثار اعطال او حوادث بشكل كبير. السيناريو الثالث انها تكون رجعت للسطح لكن فشلت في انها تتصل بسفن الدعم، وفشلوا انهم يخرجوا منها لانها للاسف ما بينفعش تتفتح من جوه. السيناريو الرابع من وجهه نظري واللي بيعتبر الاكثر رعبا وهو احتماليه نفاذ الاكسجين، واللي ممكن تدفعهم انهم يقتلوا بعض بحيث الاكسجين اللي متبقي يكفي لفتره اطول، بالتالي احتماليه نجاه اكبر، وده لان ساعات قليله بتفصلهم عن نفاذ الاكسجين. بالتالي نهايتهم المشكله الاكبر مش بس العمق المرعب اللي هم فيه، لا كمان منطقه البحث اللي مساحتها 1960 كيلومتر مربع واللي بتماثل مساحه الرياض. ويمكن لعنه السفينه الاكثر شهره عالميا ما كانش ينفع تسيبهم من غير ما ينولهم نصيب من لعنتها. ساعات قليله بتفصل العالم عن مصير الخمس اشخاص الاكثر شهره حاليا على مستوى العالم. ساعات قليله وهنعرف مصيرهم. كل ده بيوضح لنا قد ايه مهما وصلنا لعلم ومعرفه هيكون نقطه في بحر، وبان فوق كل ذي علم عليم.